السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبيباتي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات، والنهارده فيديو كده لذيذ وخفيف، وان شاء الله بإذن الله تاخدوا منه افكار حلوة. الأول كده نبدأ بدعاء: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. النهارده يا بنات أنا هاعمل كده تنظيم بقى كده للحاجات اللي أنا جمعتها الفترة اللي فاتت دي كلها. عارفين فاكرين ال الفيديوهات بتاعة أو التحدي بتاع ال10 جنيه؟ أنا كده خلاص كل سنة وأنتم طيبين، بكرة رمضان. اللهم تقبل منا رمضان وسلمنا رمضان وسلمنا إلى رمضان يا أرحم الراحمين. المفروض إن أنا بقى النهارده أنا كل حاجاتي الخزين بقى أنا خلاص كده طلّعتها من الضرفة بانظّمها وبارتّبها بحيث إن هي تبقى تحت إيديّا وفي المتناول بتاع إيدي، وقت ما أحب أستخدم منها حاجة أو أطلّع منها حاجة تبقى سهلة عليّا. هابدأ بقى كده يا بنات، دي المكرونات كلّها اللي أنا جمّعتها، أنا كنت مجمّعاهم كده في كيس وكنت حاطّاهم في ضرفة بحيث إن أنا إيديّا ما تجيش عليهم. هابدأ أحطّهم كده ورصتهم في الدرج التربو أو الشانون زي ما بتسميه. ده الدرج ده أنا أساسًا مخصّصاه للمكرونة يا بنات. طبعًا إحنا كنا منضّفين كل حاجة مع بعض. أنا فرشت كده مفرش كده، عارفين المفارش اللي هي بتاعة السُفرة دي؟ دي أنا ساعات باستخدمها كده في الأدراج عادي، بحيث إن أنا إيه، لو في أي حاجة والّا كده باروح لامّة بالمفرش بالحاجة اللي عليه، لو حاجة مثلًا مبهدلة أو مرمية عليه يعني مش حلوة أو يعني مش هاخدها، باروح شايلاها واروح لامّة المفرش زي ما هو وحاطاه في السلة، أعزكم الله. هنا رصيت المكرونة بتاعتي و هابدأ بعدها أشوف بقى إيه، كل حاجة مكانها أنا هادخّلها. حاجات اليَميش هابدأ أرصها في الحاجات، السُكّر أبدأ أحطه، نعمل شربات مع بعض النهارده إن شاء الله بإذن الله، في كمية أفكار حلوة أوي. بُصّوا دوّة البوكس بتاع تحدّي ال10 جنيه لو أنتم فاكرينه. أنا كده شِلت المكرونات منّه كلّها، دي شوية حاجات كده فاضلة معايا فيه، كيلو دقيق، النشا، السُكّر، حاجات من ديّة. هابدأ أرُص كل حاجة في مكانها، هاشيل بس السُكّر والدقيق أحطّهم على جنب لحد لمّا أخلّص الحاجات الرفيّعة اللي معايا دي الأول. في برطمانات كده نظّمي كل حاجتِك بحيث إن أنتِ تبقى كل حاجة تحت إيديكِ ومتنظمة وشكلها حلو، وكمان ما تتبهدلش الحاجة، مش تتبهدل منِّك أو تبوظ. إحنا عارفين إن ورق الفانيليا والورق بتاع البيكنج باودر لو جه عليه مَيّة الورق ده مش جامد، مش بلاستيك، ممكن يبوظ لِك الحاجة بتاعتِك. فأنا باحطهم كده في برطمانات يا بنات، برطمان باجمّع فيه الخميرة الفورية وحاجة الفانيليا والبيكنج باودر، بحيث إن أنا لو عايزة حاجة منهم باطلّع منها بسرعة وباستخدمها. هنا أنا العلبة ديّة أنا باحُط فيها بنات الشعرية، بافضّي كده كيسين 3 من الشعرية. كان في كيسين من التموين أنا كنت مخلّيهم على جنب، وخدت كيس من اللي إحنا لسه حاطينه في الشنن، وبافضّيهم كده في العلبة ديّة، تبقى تحت إيديّا وقت ما باحب. بتحافظ فعلًا بجد بتحافظ على الشعرية بتاعتِك لو كانت في برطمان، بيبقى محفوظة عن لمّا بيكون كيس كده مفتوح ومحطوط ممكن يميل يمين، يميل شمال منِّك الحاجة اللي فيه تتكب. دوّة يا بنات دي السميد. لا يا ربي، ده النشا، معلش عفوًا، ده النشا. أنا باحب أحطها كده في برطمان صغير ليها، بتسهّل عليَّ في الاستخدام، وكمان البرطمان بيحافظ عليها. حكاية بقى الأكياس الكتير ديّة عايزين نحاول نتعوّد إن إحنا نخلّص نفسنا منها. بجد بتعمل لِك كركبة وبتعمل لِك أزمة بغض يعني بعيد خالص عن البرطمانات، بيبقى شكلها مش لطيف خالص. حتى لمّا بتحطي برطمان، حتى على فكرة يا بنات مش لازم تروحي تشتري طقم جديد عشان خاطر ترصي فيه الحاجات دي. إعادة تدوير على طول يا بنات، أي برطمان مربى، أي برطمان صلصة عندِك، برطمان كان فيه مخللات، أي برطمانات عندِك إزاز يا بنات مش ترميها. أنا عن نفسي أي برطمانات إزاز مش بارميها بصراحة، ممكن تعملي طقم توابل من برطمانات، ممكن تستخدميها في نشا، في لو برطمان كبير ممكن تحطي فيه مثلًا دقيق، ممكن لو برطمان كبير تخلّي بيه. فأنا بصراحة البرطمانات مش بارميها بصراحة. تمام، ده كده كان دقيق السميد. أنا كنت جِبت معاكم نُص كيلو ورجعت جِبت ب10 جنيه سميد. بُصّوا يا بنات، ده السُكّر المتواجد عندي دلوقتي. أنا عندي نُص كيس من السُكّر بتاع التموين، وعندي 4 أكياس أنا كنت شارياهم، 2 كنت حاطاهم في البوكس بتاع تحدّي ال10 جنيه، و2 كنت شارياهم في مشتريات الشهر. ال4 اللي هم الأكياس الكاملين دُولي أنا بافضّي كده في العلبة ديّة، بافضّي أكياس السُكّر، وديّة اللي أنا باخد منها وقت ما أكون محتاجة باحُط في السُكّرية أو في علبة السُكّر اللي إحنا بنستخدمها استخدام يومي. بُصّوا يا بنات، فكرة فيديو النهارده إن أنا عايزة أرتّب المطبخ عندي بحيث إن أنا أسهّل على نَفْسي الوقفة أيام رمضان.
بُصّوا يا بنات، أنا هاعمل إيه، أنا هاجهّز كده شوية حاجات وهارتّب الحاجات الباقية بحيث إن أنا لمّا أحب أستخدمها تبقى سهلة الاستخدام وما تتبهدلش معايا وكمان باحافظ عليها وبيدِن المطبخ عندي نضيف ومترتّب ومتنظّم. ده كده السُكّر، علبة السُكّر. بُصّوا بقى، هنا أنا خدت نُص كيس من السُكّر وحطّيت عليه النُص بتاع سُكّر التموين. هاحطّهم كده في حلة وهاحط عليهم هاغطّيهم بالمَيّة يبقى مثلًا مسافة عقلتين، بمعنى أصح الكيلو أنا هاحط عليه 4 كوبايات من المَيّة، 4 كوبايات من المَيّة، بارفعهم على النار، ما باقلّبهوش خالص. بُصّوا الحركة دي أنا بانزّل كل السُكّر اللي على الحواف علشان ما يخلّيش الشربات بعد كده معاكِ يسكّر منِّك. إيه اللي بيخلّي الشربات يسكّر؟ إن بيبقى في لسه في حبيبات من السُكّر موجودة على حرف الحلة ما بتكونش ساحت ودابت مع الشربات، فعشان كده بيرجع منِّك يسكّر الشربات. فأنا باعمل الحركة ديّة، هنا رفعت الحلة على النار، باحط معاها نُص ليمونية وباسيبها تغلي، ما باقلّبهوش نهائي خالص، ما باحطش معلقة فيه نهائي خالص يا بنات، لحد لمّا أنا هاعمل الشربات بتاعي شربات وسط، لإن إحنا عارفين إن في حلويات بتاخد شربات خفيف، وفي حلويات بتاخد شربات تقيل، فأنا هاعمله وسط بحيث إن هو يمشي لي مع كل أنواع الحلويات، تمام. هابدأ بقى أنظّم الحاجات بتاعة اليَميش. أنا كل حاجة باحب أحطها في برطمانات كده أو في علب صغيرة على قدّها. أنا الزبيب معايا حطيته في علبة، العلبتين دول اللي أنا كنت باستخدمهم للشاي والسكر عندي، أنا بدّلتهم هاستخدمه عملت واحدة لجوز الهند حطيت واحدة فيها الزبيب، دول لإن أنا اللي هاستخدمهم بس، أنا إيدي بس اللي هتتمد عليهم، فعشان كده أنا عارفة أنا هاستخدمهم إزاي. نيجي للتمر، أنا هاحط التمر في المنظم ده بيحافظ عليه، وبعدين ده طول رمضان بيبقى كمنّه رفيّع وبيبقى شايل كمية حلوة، يعني هو تقريبًا بيشيل حوالي نُص كيلو من التمر، فبيبقى متنقّل معانا على السفرة ساعة الفطار، عند الشاشة ساعة لمّا مثلًا إحنا قاعدين قدّام التلفزيون لو حد عايز تمر والّا حاجة، بتبقى سهلة الاستخدام يعني والحركة. هاملاه العمود ده كده كلّه بالتمر، وهاخلّيه برضه إيه، على الرخامة وقت الفطار نبقى نطلّعه برّه معانا على السفرة إن شاء الله بإذن الله. طيب من الحاجات برضه اللي هي بتسهّل عليكِ الوقفة في رمضان، إن أنتِ بتكوني مرتّبة حالِك هتعملي إيه. بُصّوا يا بنات، الكمية اللي فضلت أنا في علبة برضه مش سِبتها في الكيس بتاعها، في علبة كده رُحت مفضياها بحيث العلبة ديّة اللي أنا هاخد منها أملى المنظم وقت ما يفضى عندي. من الحاجات برضه الحلوة إن أنتِ جهّزي الحشوة بتاعة الحلويات، القطايف، الكنافة، الجلاش. أنا باعمل إيه، أنا السوداني إحنا كنا جايبين مع بعض اللي هو السوداني اللي هو ال ال بتاع المقشور دوّة، أنا بادّي له إيه، تَكّة كده بالكَبّة الصغيرة بتاعة الهاند بلندر، بس طبعًا تكون يعني أنا الكَبّة ديّة أنا ما باعملش فيها لا توم ولا بصل ولا حاجة. أنا مخصصاها بس إيه، لا أطحن فيها سمسم، أجرش فيها سوداني، بس كده. فديّة أنا بادّي له الجرشة كده بحيث إن هو يبقى مكسّر شوية، وباروح حاطة عليه عايزة تسيبيه كده وتخلّيه تاخدي منه مثلًا تخلّطي أنتِ مثلًا في طبق برّه أو في علبة صغيرة برّه، شوية سوداني مع شوية زبيب مع شوية جوزة الهند. ماشي. أنا عن نفسي باحب إيه، أروح حاطة عليه بقى شوية جوزة الهند بس، مش باحط زبيب، لإن أنا عندي يعني الزبيب مش عليه إقبال أوي عندي بصراحة من بناتي، مش ليهم تُقل على الزبيب، باحط إمتى، باحط بقى لمّا باخد جزء من بُصّوا هنا أنا أهو جوزة الهند هاحط عليها شوية كده على السوداني شوية من جوزة الهند، وهاقلبهم في البرطمان ويبقى فاضي يعني موجود معايا، آخد منه وقت وقت ما أحتاج. طب وقت ما أحتاجه هاخد منه وعايزة أضيف زبيب، أضيفه في طبق برّه، وقت ما أحب إن أنا أضيف زبيب أضيف في إيه، في طبق خارجي أو في علبة تانية إيه، خارجية، إنما ديّة كده إيه، جوزة الهند على السوداني. من الحاجات اللي إحنا بنعملها العصاير في رمضان وهي الكركديه. الكركديه من المشروبات الحلوة جدًا، جدًا في رمضان، وأنا بنات زي ما قُلت لكم قبل كده أنا باحب العصاير الطبيعية جدًا، جدًا، ما باحبش بصراحة العصاير اللي هي الألوان الصناعية ديّة ما باحبهاش، فأنا يوميًا بيبقى عندي عصاير طبيعية في البيت، فبرضه باحب إيه، مش هاقول لكم باحب أعمل بقى وأحط في الفريزر يا جماعة، أنا مش باحب الحركة دي بصراحة خالص، أنتِ حاباها ومريحاكِ اعمليها.
أصل مش حِكر إن أنا أعمل حاجة يبقى لازم أنتِ تعمليها، أو أنتِ بتعملي حاجة يبقى أنا لازم أعملها. إحنا بنختلف من شخص لشخص، دوّة ما فيش حاجة يعني ما تزعّلش حد نهائي، كل واحد يعمل اللي يريّحه، ويعمل اللي يناسبه، ويعمل اللي يتماشى معاه. بُصّوا أنا كل يوم باشوف لو أنا هاحتاج النهارده عصاير، باروح مثلًا بالّة شوية كركديه كده مع شوية تمر، أشوف إيه النوع اللي أنا عايزة أعمله النهارده. طَب أنا عندي من امبارح مثلًا عصاير خلاص مش يعني مش محكمة أو يبقى هو لازم، أدام أنتِ متوفّر عندِك الحاجة من قبلها بيوم تمام. من الحاجات الحلوة اللي أنا باحبها جدًا، جدًا على الفطار يا بنات، وهو البلح المبلول، البلح الناشف دوّة. أنا بابِلّه، باحُط عليه بابِلّه بمَيّة من الصبح، ويا سلام لو حطيتِ على متوفر عندِك شوية لبن، تحطّي عليه شوية لبن وشوية جوز الهند، زي ما أنتِ بقى تحبّي تضيفي زبيب، تعمليه ياميش بمعنى ياميش تعمليه خُشاف يا بنات. عايزة تحطّي بقى فواكه مجففة زي القراصية، زي المشمشية، زي التين، اللي أنتِ حابّاه. أنا بافضّله بالبلح بس، يعني أنا باحب المَيّة البلح، والبلح كده فقط لا غير سادة. اللي أنا ممكن أضيفه عليه هو اللبن فقط لا غير. نيجي بقى للبهارات يا بنات، طبعًا إحنا طول الشهر الكريم واقفين في المطبخ، طبعًا في أكلات بتتعمل كل يوم، طبعًا في بهارات هتستخدميها يوميًا. فاكرين البهارات اللي إحنا كنا جبناها في تحدي ال10 جنيه؟ ده الكيس بتاع البهارات، يمكن أنا بس زوّدت عليه كام حاجة كده، مثلًا قولي مثلًا بقيمة 30، 40 جنيه، اللي أنا كنت زوّدتهم عليهم في الأيام اللي أنا كنت فترة إن انقطعت فيها عن التصوير، معلش كان في الفترة دي كان عندنا عُذر في الإنترنت يعني. هابدأ بقى أرتّب البهارات بتاعتي ديّة في البرطمانات بحيث إن هي تبقى سهلة عليّا. أنا عندي يا بنات البرطمانات بتاعة البهارات أنا ما باسيبهاش برّه، أنا باحطها في التلاجة. بتحافظ لي سواء صيف، شتا. في عندي في باب التلاجة رف أنا مخصصاه للبرطمانات دي كلّها، مجمّعاهم كلّهم مع بعض في رف واحد، بحيث إن هي يبقى أنتِ محافظة عليها، وكمان ما تبوظش منِّك بسرعة، ما يحصلهاش حاجة، يبقى أنتِ محافظة عليها حتى لو قعدت فترة طويلة مدة عندِك، ما بيجرالهاش أي حاجة. طالما هي في التلاجة هي بتبقى تمام معاكِ. بُصّوا يا بنات ديّة كانت بابريكا، أنا كنت مفكّرة إن كيس التاني شطة، طلعوا هُم الكيسين كيسين بابريكا، أنا كنت مفكّراه شطة ناعمة. بعد ما كنت فضّيتهم في البرطمان الصغير، رجعت تاني شُفت برطمان كبير و وفضّيتهم فيه يعني. طبعًا البهارات اللي عندي إيه، أنا عندي فلفل أسمر حصى، وعندي كمون حصى اللي هم في الكيسين اللي هم جنب البرطمانات دول، اللي هم لورا دُولي، أنا ما جيتش ناحيتهم خالص. ليه يا بنات؟ لإن أنا دلوقتي عندي اللي أنا باستخدمه، أنا عندي دلوقتي فلفل مطحون وكمون مطحون، دُولي بُصّوا أنا مش هاطحنهم دلوقتي خالص، وقت ما احتاجهم هاطحنهم. ده كده البهارات، أنا عندي كده كركم، وعندي كاري، وعندي 7 بهارات، وعندي قرفة ناشفة، وقرفة اللي هي الأعواد، قرفة ناعمة، وبصل باودر، والتوم البودر، وحبهان. فالحمد لله يعني إيه، كمية بهارات كويسة وحلوة جدًا وهتنفعني طول شهر رمضان. بُصّوا يا بنات ده بقى الشربات اللي إحنا كنا رفعناه مع بعض على النار. أنتِ لو شايفاه دلوقتي هتشوفيه خفيف، إنما هو دلوقتي يا بنات سُخن جدًا، الشربات كل ما بيبرد بيتقل معاكِ. لحد هنا خلص الفيديو، وأشوفكم في فيديو تاني إن شاء الله بإذن الله. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتِ منه ولو حاجات بسيطة، أو خدتِ منه أفكار حلوة تنظّم لِك وقفتِك في المطبخ. مش تنسوني من كده من دعواتكم، وكل سنة وأنتم طيبين، وتنعاد عليكم الأيام بألف خير. اللهم اجعلني خير مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وأشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.